بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنعمل سندوتشات اختراع بمعنى الكلمة. يعني عايزة أقول لكم إن أنا عيالي بيعشقوا السندوتشات دي، عايزينها فطار وغدا وعشاء. وهي الحقيقة تنفع التلات حاجات، يعني فطار وعشاء أكيد تنفع. طب غدا نقدر نحط فيها بانيه أو لحمة مفرومة، كبدة، أي نوع من أنواع اللحوم نحطها فيها وكده خلاص أصبحت وجبة غدا عادي جدًا. في البداية أنا باطلّع الجبنة الموتزاريلا تفِك معايا شوية على أمّا أقطّع الحاجة اللي أنا هاستخدمها. باجيب هنا فلفل أخضر وطماطم، وعايزة أقول لِك معلومة كويسة جدًا بالنسبة لتقطيع الفلفل والطماطم. لمّا تيجي تقطعيهم بتفتحيهم من النُص وبعد كده بتقطّعيهم من جوّه، من القلب من جوّه، ما تخلّيش ناحية السكينة على الضهر من برّه، لإن لمّا تقطّعيهم من جوّه ده هيساعدِك إن أنتِ تقطّعيها بشكل أسرع. عندي هنا قطعتين لانشون بس، وبتبدئي إن أنتِ تقطّعيهم قطع صغيّرة خالص كده زي ما إحنا شايفين. ولو عندي جبنة رومي كنت هاحط جبنة رومي، بس للأسف الجبنة الرومي كانت خلصانة من عندي. باجيب هنا بقى بيضتين، أكسرهم كده وأحط عليهم ملحة خفيفة وأربهم زي ما إحنا شايفين كده. وأظن لغاية دلوقتي يعني واضح جدًا إن الساندوتش هيبقى مفيد جدًا للأطفال، وفيه كذا حاجة يعني ال من الآخر الساندوتش حلو جدًا للأطفال، يعني مغذي جدًا ليهم. المعلقة كانت صغيرة فأنا بدلت المعلقة، جبت معلقة كبيرة زي ما إحنا شايفين كده. بنبدأ ندهن الساندوتش من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال بالبيض، ما تقلقيش خالص، بمجرد ما هيدخل الفرن البيض هيستوي تمامًا ومش هيبقى ليه أي طعم زفارة ولا ريحة زفارة ولا أي حاجة، ده أنتِ يا دوب بتدهني دهنة بسيطة خالص. بتبدئي تعيدي العملية في كل السندوتشات وتحطي فيهم كل الحشوات. وأتمنى إن انت لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك في القناة. كنت نسيت الزيتون فجبت الزيتون اللي احنا مخللينه مع بعض قطعته وبدأت أحط كده في السندوتشات. الصينية كانت صغيرة معايا، بدلتها بصينية أكبر. وبعد ما باحطهم بابدأ إن أنا أفتح السندوتشات بشكل كويس جدًا وأدخّلهم على الشواية بس، على الشواية 5 دقايق بالضبط، 5 دقايق وبتبدئي إن أنتِ تطلّعيهم. بعد ما بتطلّعيهم بتبدئي إن أنتِ تحطّي عليهم كده الجبنة الموتزاريلا من فوق من على الوش، وتدخّليهم تاني على الشواية دقيقة واحدة بس. أنا يا دوب عايزة الجبنة الموتزاريلا تشم ريحة النار، تشمها بس فقط لا غير، إن هي تدوب بس بشكل بسيط كده. وبعد كده تطلعيهم خلاص كده السندوتشات أصبحت جاهزة معانا. وعايزة أقول لك إن تقدري تستخدمي الوصفة دي بعيش توست، بأي نوع عيش من المعجنات اللي بالشكل ده بتبقى حلوة جدا. وفي أرضية الطبق مهم جدا إن انت تقطعي كزبرة وبقدونس. الكزبرة والبقدونس دول هقولك دلوقتي بيعملوا إيه في الساندوتش، بيخلّوا الساندوتش في ناحية تانية تمامًا. زي ما إحنا شايفين الساندوتشات بصراحة تحفة. بُصّي بقى بعد ما العيال أخدوا الساندوتشات بتاعتهم، الساندوتش بتبدئي تيجي بالكزبرة والبقدونس اللي أنتِ مقطّعاهم دول وتحطّيهم كده في نُص الساندوتش وتاكلي. ده بقى لعشاق الكزبرة والبقدونس، تحفة بمعنى الكلمة. أتمنى إن أنتم تجرّبوه.